هو الاحتفال بشم النسيم حلال ولا حرام؟ هقولك انه جائز شرعا. واحد هيقولي لا حرام لانه خاص بعيد المسيحيين، واحد تاني هيقولي لا ده ليه علاقة بعيد الفصح اليهودي. انا هرد على الاتنين واقول لهم لا، لانه عيد مصري قديم جدا من ايام القدماء المصريين. وهل شم النسيم هو يوم الزينة المذكور في القرآن الكريم؟ طب عمرك سألت نفسك ليه بناكل فسيخ وبصل وليه بنلون البيض؟ طب اشمعنى البيض؟ معلومات كتير مهمة هنقولها في فيديو النهاردة، وفي آخر الفيديو هنقول نصايح كتير مهمة هنعملها بعد أكل الرنجة والفسيخ. وفي فئات من الناس خطر عليهم جدا الأكلة دي. اعمل فنجان القهوة الجميل بتاعك وتعالى بسرعة معايا نحكي أصل الحكاية. بص يا سيدي، الأعياد أنواع. احنا كمسلمين عندنا الأعياد الدينية اللي هم طبعا عيدين، عيد فطر وعيد أضحى، وبنصلي ونعبد ربنا فيهم. وفي أعياد وطنية زي 6 أكتوبر كده، وفي بقى أعياد اجتماعية شعبية منهم شم النسيم، وده من العادات والتقاليد المتوارثة من زمان قوي. حكاية شم النسيم بترجع لزمان، بترجع لسنة 2700 قبل الميلاد، يعني من حوالي 4700 سنة. عند القدماء المصريين، المصري القديم كان مهم عنده حاجتين، النيل والزراعة، لأنهم أصل الحياة. فبدأ يخترع التقويم ويقسم السنة لفصول، غير عندنا دلوقتي السنة عندنا فصول 4، صيف وشتاء وربيع وخريف. وكان مقسم السنة ل3 فصول، وكل فصل بيبقى 4 شهور. الفصل الأول هو فصل الفيضان، وده كان اسمه أخت. والفصل التاني هو فصل الإنبات أو الشتاء، وده كان اسمه برد. أما الفصل الثالث وهو فصل الحصاد، وده اللي بيبقى بداية الصيف، وكانوا بيسموه شمو. أيوة، عشان كده يعني جه اسم شم النسيم. هقولك، المصري القديم كان بيحتفل بحاجة اسمها الانقلاب الربيعي، وهو الوقت اللي بيكون فيه وقت النهار مساوي تماما لطول الليل، والوقت اللي بتدخل فيه الشمس في برج الحمل. والتوقيت ده كان بيجي تقريبا من 21 مارس لحد منتصف ابريل. وكان المصريين القدماء متعودين يحتفلوا بالتوقيت ده تحديدا، وكانوا وقتها بيخرجوا للحقول والمتنزهات. طب كانوا بيحتفلوا ازاي؟ كان المصري القديم أول ما يصحى من النوم يدي لزوجته وردة من ورود اللوتس. شايفين يا رجالة؟ عايزة ورد يا إبراهيم. يعني مسكته في الفسيخ وسبته الورد، ما علينا. بعدها ياخد عيلته ويخرجوا للحقول والمتنزهات، أو ياخدوا جولة في قارب في النيل. طب والكلام ده عرفناه منين؟ عرفناه من النقوش اللي لقوها على مقبرة ناب آمون، اللي شفنا فيها أسرة مصرية بتتنزه في نهر النيل في وقت عيد الحصاد. الأسرة دي كانت مكونة من أب وأم وأطفالهم، والست كانت شايلة في إيديها باقة من الورود. يعني الاحتفال ده كان من أيام القدماء المصريين بعيد الحصاد. طب ايه بقى اصل التسمية لكلمة شم النسيم؟ بص، الاسم كان شمو النسيم، يعني فصل احتراق المزروعات، او بالبلدي كده التحريق زي ما بيسموها الفلاحين المصريين، لان التوقيت ده تحديدا كان لون الزرع وبالذات القمح كان بيتحول من اللون الاخضر للون الاصفر، ويبدأ في مرحلة اسمها الاحتراق، انهم بيمنعوا عنه المية تماما لحد ما الحبة تجف وتستوي. وكان الاحتفال بعيد الحصاد ما بيكونش في يوم واحد زي ما احنا بنعمل دلوقتي، ده كان بيبقى على مدار موسم كامل، وكان فيه كمان عدد كبير جدا من الأعياد. طب ايه علاقة بقى الفسيخ والبصل والبيض بشم النسيم؟ وكمان في أكلات تانية زي الخس والملانة وغيرهم من الأكلات. كل الأكلات دي ايه علاقتها بعيد الحصاد؟ هنبدأ بالفسيخ. بص يا سيدي، هقولك ان شم النسيم كان بيجي في موسم الحصاد، اللي هو بعد موسم الانبات، اللي هو بعد موسم الفيضان. لما كان فيضان النيل بيجي، كان بيجي من الجنوب ومحمل معاه كميات كبيرة جدا من الاسماك. لما تبدأ الارض تجف ويبدأ موسم الانبات، كانت الاسماك دي بتبقى متكومة على شط نهر النيل من الجنبين، وكانت بكميات كبيرة جدا ومهولة. طبعا كان صعب جدا على المصري القديم انه يقدر يستهلك كل الكمية دي من السمك في نفس الوقت، وما كانش طبعا في تلاجات زي دلوقتي، فبالتالي فكر في حيلة انه يحفظ بيها الاسماك دي لمدة طويلة. والحيلة دي هي نفس الحيلة لفكرة التحنيط عندهم لحفظ جثمان الموتى، انهم بيشيلوا الاحشاء الداخلية للجسم ويحشوا
ويحشوا الجسم بالكامل بالملح الخشن. حتى احنا بنعمل كده دلوقتي مع معظم الخضار زي الخيار والجزر والليمون عشان نعمل المخلل او الترشي، هي نفس الفكرة تقريبا. وفعلا المصريين القدماء بدأوا يعملوا كده، يجمعوا كميات الأسماك الرهيبة دي في موسم الإنبات اللي هو برد اللي هو الشتاء، ويحشوها بالملح ويحفظوها تماما. ولما يجي موسم الحصاد كانت الأسماك دي بتكون تفسخت تماما أو اتملحت تماما، عشان كده هو اسمه فسيخ. فبيجي المصري القديم يخرجها في عيد احتفاله بالحصاد ويبدأ ياكلها. كمان لاعتقادهم ان بدخول فصل الصيف والحر الشديد انه لما ياكل الحاجات المملحة دي هتحميه من الأمراض. وبكده عرفنا قصة المصري القديم مع الفسيخ وليه اخترعناه. طب ايه حكاية البصل وايه علاقته بشم النسيم؟ احنا بنتكلم على شم النسيم والروائح الجميلة والربيع والورد، ايه دخل البصل بس في الموضوع؟ هقولك ان البصل كان عند القدماء المصريين من الخضروات المهمة جدا وشبه المقدسة. كانوا بيشوفوا كمان انه بيطرد الارواح الشريرة، يمكن عشان ريحته النفاذة، ممكن. المهم كان في أسطورة بتحكي إن كان في أمير محبوب كان مريض مرض خلاه ملازم للفراش، وقعد سنين مريض لحد ما جه يوم واحد من الكهنة أشار على بابا الملك وقال له إنه يعلق بصل في كل مكان في البيت وعلى باب البيت كمان، وإنه يشق بصلة نصين ويحط نص البصلة تحت دماغ ابنه الأمير ويشممه نص البصلة التاني. بالفعل الملك عمل كده لابنه الأمير، واتفاجئوا تاني يوم إن ابنه الأمير صحي وقام السرير بتاعه ورجع لصحته. فرحوا طبعا جدا، وكان بالصدفة اليوم ده كان هو يوم الانقلاب الربيعي اللي هو يوم الاحتفال بعيد شمو. ومن هنا أصدر الملك للشعب كله إنهم يحتفلوا بتعليق حلقات من البصل على أبوابهم. وكمان كان المصريين القدماء بيصنعوا أعقاد من البصل الأخضر احتفالا باليوم ده. طب إيه حكاية البيض والملانة الخضراء؟ ايه هي الملانة دي اصلا؟ هقولك ان الملانة هي الحمص الاخضر، كان المصري القديم بيستخدمها كنوع من التسالي زي اللب كده دلوقتي. لما كان بيجي موسم الحصاد كانت حبة الحمص بتتملي على الاخر، عشان كده بنسميها في اللغة العربية الملانة أو الملقانة. كان المصري القديم بيسمي الملانة دي باسم حر بيك، يعني وجه الصقر. حتى هتلاحظ ان شكل حباية الحمص واخدة بوس كده زي وش الصقر. كانوا بيقولوا انها صورة من صور الاله حورس عندهم، اللي هو ابن الاله اوزوريس اله الموتى والبعث عندهم. وبالتالي عيد الحصاد اللي هو في نظرهم هو عيد البعث او عيد ظهور الحياة من اول وجديد. كان لازم فيه ياكلوا حاجات بترمز للبعث وظهور الحياة مرة تانية، ده لانك لما بتزرع وتحصد بعدها الارض بترجع تستقبل زرع تاني جديد وهكذا. فده كان عندهم رمز للبعث والحياة مرة تانية. طب ايه حكاية البيض الملون؟ موضوع البيض ده فيه اختلاف عليه. ناس قالت انه بيرجع لأيام القدماء المصريين وقالوا دلائل على كلامهم، وناس تانية قالت انه بيرجع لعصر الفرس والإغريق لما دخلوا مصر. تعالوا نشوف الرأيين. الرأي بتاع القدماء المصريين قالوا انه بيرجع لنظرية ان البيضة عند المصري القديم كانت بترمز لما قبل الحياة، وان الحياة بتخرج منها، وبالتالي كانوا بيجيبوا البيض وينقشوا عليه أمنياتهم. أما الرأي التاني بيقول إن الموضوع ده دخل مصر مع احتلال الفرس والإغريق ليها. طب احنا كده قلنا ايه علاقة الفسيخ والبصل والبيض الملون والملانة كل ده بشم النسيم؟ يعني معنى كده ان شم النسيم ليه علاقة بعيد الحصاد المصري القديم اللي هو اصلا مش عيد ديني. حلو كده. طب امال ايه بقى علاقة الموضوع ده بعيد الفصح اليهودي؟ وايه علاقته بعيد القيامة المسيحي؟ وليه شم النسيم تحديدا في مصر بيجي تاني يوم من حد القيامة؟ نبدأ بعيد الفصح اليهودي. عيد الفصح اليهودي الخاص ببنو إسرائيل. مين هم أصلا بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب، ويعقوب اسمه برضو إسرائيل، فيعقوب ده هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فبنو إسرائيل هم أحفاد نبي الله إبراهيم من ابنه إسحاق. عشان نوضح أكتر الموضوع، سيدنا إبراهيم وهب الله على الكبر إسماعيل وإسحاق كما قال رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله العظيم. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم من فرع إسماعيل الابن البكري ليه عليه السلام. وبنو إسرائيل ربنا جعلهم صورا للإنسانية واختبرهم بالنعم، منهم اللي شكر ومنهم اللي كفر، وربنا كلمنا عنهم كتير في القرآن الكريم. طيب دول بنو إسرائيل. هنتكلم بقى عن عيد الفصح.
فبنو إسرائيل اللي هم أبناء سيدنا يعقوب دخلوا مصر مع سيدنا يوسف، وخرجوا من مصر مع سيدنا موسى. ولما ربنا نجى اليهود من شر فرعون وخرجوا من أرض مصر، احتفلوا باليوم ده وسموه عيد الفصح أو بيصح أو عيد الخروج. ده كانوا بيحتفلوا فيه بنجاتهم من فرعون. وزي ما قلنا إن تصادف التوقيت ده بتوقيت قريب جدا من موسم الحصاد المصري اللي بتكون فيه احتفالات شم النسيم، عشان كده بنلاقي توقيت عيد الفصح اليهودي قريب جدا من عيد شم النسيم المصري. فعند الفراعنة اسموه شمو بمعنى بعث الحياة، فكانوا بيعتقدوا إن أول الزمان وبدء خلق العالم انطلق من اليوم ده. انتقل بعد كده الاحتفال لليهود اللي سموه بعيد الفصح واعتبروه رأس السنة العبرية، واللي تصادف اليوم ده خروجهم من مصر مع نبي الله موسى عليه السلام. طب هل شم النسيم هو يوم الزينة المذكور في القرآن الكريم؟ بعض العلماء قالوا إن يوم شم النسيم هو يوم الزينة اللي اتذكر في القرآن الكريم في سورة طه في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، صدق الله العظيم. فالآية بتدل إن وقتها كان المصريين القدماء بيتزينوا فيه لأنه كان يوم عيد قومي عندهم. فيوم الزينة هو اليوم اللي اتواعد فيه نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون، وانتصر ساعتها موسى عليه السلام بمعجزة من معجزات الله لما تحولت عصاه لثعبان عظيم، وسحرة فرعون ساعتها خروا ساجدين. فيوم الزينة كان يوم عيد عندهم أو سوق بيتجمعوا فيه ويتزينوا ويخرجوا، ويقال إنه كان يوم عاشوراء. وفي معلومة كده على الهامش حابة ان انا اقولها لك بخصوص فرعون ونبي الله موسى عليه السلام. اتروج عالميا ان الملك رمسيس الثاني اللي كان من الاسرة 19 ان هو ده فرعون نبي الله موسى، لدرجة ان اتعملت افلام في السينما العالمية ابرزهم فيلم الوصايا العشر سنة 1956. بالرغم غياب كل الأدلة التاريخية اللي بتأيد ان رمسيس الثاني ده هو فرعون نبي الله موسى. الأغرب بقى إن اليهود بشكل عام والإسرائيليين بشكل خاص لما بيسمعوا عن التاريخ المصري بيكرهوا جدا رمسيس الثاني، وبيعتبروه إن هو اللي دمرهم وطردهم من مصر وشتتهم في الأرض في صحاري سيناء، وده عامل عقدة تاريخية عندهم. طبعا الموضوع ده كان عليه لغط وكلام كتير وجدل واختلاف آراء. الرواية الدينية بقى بتأكد ان فرعون موسى ده كان أجنبي ومن الهكسوس، وان فرعون ده أصلا اسم وليس لقب زي ما جه في القرآن الكريم في سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، صدق الله العظيم. يعني فرعون ده هو اسمه فرعون مش لقبه فرعون. عشان كده من الغلط ان احنا نقول عليهم الفراعنة، اسمهم القدماء المصريين او المصريين القدماء. وكل الآراء والأدلة التاريخية أثبتت إن الملك رمسيس الثاني ده واللي ليه معبد أبو سمبل إن هو مات بسبب كبر سنه وأمراض الشيخوخة. ده مات عنده حاجة و90 سنة، وإنه ما تعرضش إطلاقا لأي حادثة أنهت حياته في سنه الكبير ده زي حادثة الغرق اللي تعرض ليها فرعون. وكمان البعثة الفرنسية لما قررت إنها تفحص جثمان الملك رمسيس الثاني وخدت المومياء عندها هناك عشان تفحصه بأحدث الأجهزة العلمية، المومياء كانت ساعتها في حالة جفاف شديد، كان مستحيل عليهم إن هم يحاولوا يتأكدوا إن الملك توفى نتيجة احتباس التنفس بسبب الغرق أو إنه مات موتة طبيعية. الباحثين بيأكدوا إن فرعون مش هو رمسيس الثاني، لأن مفيش ولا نص أو نقش على الآثار المصرية والمصادر التاريخية يأيد الرأي ده، وإن سينما هوليود هي اللي بتحاول تروج لكده. يبقى احنا كده قلنا علاقة شم النسيم باليهود وعيد الفصح اليهودي، واتكلمنا عن فرعون ونبي الله موسى. تمام، هنتكلم بقى عن علاقة شم النسيم بعيد القيامة عند المسيحيين. بعد حادثة الخروج لليهود بعد كده انتشرت المسيحية وانتقل الاحتفال للأقباط وأطلقوا عليه عيد يوم القيامة. ده إشارة لمعتقداتهم حول صلب المسيح وخروجه من القبر بتاعه، ومن بعدها بقى اليوم ده عيد رسمي في البلاد العربية بيحتفل بيه مسلمين ومسيحيين وحتى اليهود. وعلى فكرة شم النسيم بيتقال عنه برضو عيد النيروز، والنيروز دي هي كلمة فارسية معربة معناها اليوم الجديد، وهو واحد من أعياد الفرس وأول أيام السنة الفارسية، وكان بيستمر 5 أيام. طب ايه اللي خلى عيد القيامة بتاع المسيحيين مرتبط ارتباط شرطي بعيد شم النسيم، وان لازم يوم الاثنين اللي بيجي بعد حد القيامة يكون هو عيد شم النسيم؟
هقولك إن لما دخلت المسيحية لمصر تقريبا كل شعب مصر اعتنق الديانة المسيحية، وزي ما احنا عارفين إن الشعب المصري متدين بطبعه، لكن هو برضه مرتبط بأعياده وعاداته وتقاليده. فلقى المصري القديم إن احتفالاته بعيد الحصاد أو بعيد الربيع بتصادف 21 مارس، والتاريخ ده غالبا بيكون وقت الصوم الكبير عند المسيحيين. واللي ما يعرفش إن الصوم الكبير بيكون ممنوع فيه إن المسيحيين ياكلوا أي حاجة فيها روح، فراخ أو لحوم أو سمك، وبالتالي وقتها ساعتها المصريين مش هيعرفوا يحتفلوا بشم النسيم أو بأعياد الحصاد اللي هي عادة مصرية قديمة اتعودوا عليها من آلاف السنين. فقرر المصريين إنهم يأجلوا احتفالهم بعيد الربيع لليوم التالي لعيد القيامة عشان يكونوا فطروا ويقدروا ياكلوا البيض الملون والسمك وغيرها. ومن هنا بقى تاني يوم لحد القيامة هو يوم الاثنين أول أيام الاحتفال بعيد شم النسيم أو بعيد الحصاد المصري القديم. طب هابي إيستر، طب ليه في أوروبا بقى بيحتفلوا بعيد الربيع وبيعملوا برضو بيض ملون؟ إيه علاقة الموضوع ده بعيد الحصاد المصري؟ هقولك إن علاقة عيد الحصاد المصري بعيد الربيع أو إيستر بتاع أوروبا علاقة جاية من أيام الإغريق. كانوا الإغريق بيقسموا السنة ل4 فصول مش 3، وهم ال4 فصول اللي احنا عارفينهم دلوقتي: الصيف والخريف والشتاء والربيع. وتصادف ميعاد احتفال المصريين بعيد شمو النسيم اللي هو عيد الحصاد بنفس توقيت ذوبان الجليد في أوروبا اللي هو بداية فصل الربيع. ومن ساعتها بدأ الإغريق يحتفلوا بأعياد الربيع في نفس التوقيت تقريبا، وكانت مظاهر الاحتفال عندهم شبهنا ما عدا طبعا موضوع الفسيخ والبصل. كانوا بيخرجوا للمتنزهات والحدائق اللي بدأت فيها الأشجار إنها تزهر، وكانوا بياخدوا معاهم سلال يحطوا فيها البيض الملون ويعلقوه على الأشجار، وبرضو كانوا بيكتبوا عليه أمنياتهم ظنا منهم إن كده هتتحقق أملهم وأحلامهم. ومن هنا بقى عيد الربيع الأوروبي أو الإيستر بيناسب عيد شم النسيم المصري. يعني الموضوع كله بيرجع للقدماء المصريين واحتفالهم بعيد الحصاد. فانت لو حابب تخرج وتشم النسيم فده مش حرام طالما مش هتأذي نفسك او تأذي غيرك، وكل كمان رنجة وفسيخ، بس خلي بالك من بعض النصايح اللي هنقولها في اليوم ده بعد اكل الفسيخ والرنجة. من اهم النصايح دي هو عصر الليمون على الفسيخ عشان نقلل من نسبة الملح الموجودة فيه ونشيل الرأس والأحشاء. وأكلات زي الخس والخيار والجرجير مهمة عشان نتجنب حموضة المعدة. وفاكهة زي البرتقال والموز والكنتالوب مفيدة جدا في اليوم ده. برضو تناول مشروبات ساخنة زي الشاي الأخضر بالنعناع أو تناول الكركديه أو القرفة. ما تكترش بقى من تناول الفسيخ والرنجة وتشرب كميات كبيرة من المية. وابعدوا تماما يا جماعة عن المشروبات الغازية لأنها بتعمل احتباس المية في الجسم. وفي فئات من الناس خطر عليهم جدا أكلات الرنجة والفسيخ زي مرضى القلب والضغط والكلى ومرضى الكبد وكمان المرضى اللي عندهم سكر وطبعا المرأة الحامل. ربنا يحفظكم جميعا يا رب. فلو عايز تاكل رنجة وفسيخ كلها باعتدال وبدون إفراط ومن مصدر موثوق طبعا عشان تتفادى المشكلات الصحية نتيجة سوء التخزين أو التلوث. فكل سنة وانتم طيبين وبخير يا مصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، وحاولوا ما تقلوش في الأكل عشان اليوم يعدي بسلام. ربنا يحفظكم يا رب ويحفظ بلادنا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم من المعلومات اللي فيه، واستنوني في فيديو جديد. ودمتم في أمان الله. مع السلامة.